عالسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعمل بسكويت تونسي، بشكوت تونسي. باش نعمل 2 كيلو. هادو هما المقادير نتاع 2 كيلو نتاعي. به حبيت لهنا عندي 10 بيضات، 2 كيلو فرينة، عندي لهنا الخميرة 3 خميرة، 3 سكر فانيليا، عندي نص لتر زيت نباتي، عندي نص كاس حليب، نص كاس جلجلان، عندي 600 جرام سكر عادي، عندي هنا القشور متاع البرتقال شيحتها ورحيتها، ولهنا عندي ماء زهر نحط قدر فنجان كما زهر. بالنسبه حتى لقشور البرتقال نحط كيس فنجان قشور البرتقال، وانتم حسب زاده كيفاش تحبوا يعني النكهه بتاعتها، تكون قويه ولا تكون شوي. به حبيتي نبداو تو نحضروا البشكوتو نتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نحط البيض، نحطهم كل هنا، نحركهم بيدي مليح، نصب عليهم السكر، نبدا نحرك حتى نحس السكر ذاب، نصب الزيت، نحرك مليح، صب الحليب، جلجلان، صب فنجال كيف ما قلت لكم من هذا، صب زاده فنجال ولا ازيد شوي هكا، حبيتها تجي فاوحه اكثر بالبرتقال القشور نتاعته تجيني تعطيني نكهه وريحه ممتازه. بيه نحركهم مليح، لهنا ماما تعاون فيا، ربي يفضلها ويطول في عمرها يا رب العالمين. نصب الفرينه، نصب السكر فانيليا والخميره، شويه ملح حبيباتي. وبالنسبه ليا راهو نصب شويه نشا، تنوريكم من بعد. هذا مش برشا، اقدر نص كاس يعطيني يعني للبشكوت ويبدا هشوش اكثر. وبالنسبه ليكم الاختيار ليكم، اذا تحبوا تعملوا الطريقه نتاعي هذه راهو يزيدكم يعني للبشكوت نتاعكم يكون هشوش وما شاء الله. به حبيتي تو نقسم بالطبيعه، ندهن ايدي بالزيت ونقسم العجينه نتاعي بالطريقه هذه، ندهن الماكينه نتاعي بالزيت، ندهن الطاوله باش نحط عليها الكعيبات نتاعيني، ونبدا نحط بالكعيبه كيف ما وريتكم الفيديو نتاع البشكوت نتاع العام اللي فات. اذا ما عندكمش الماكينه هذه تقدروا تعملوها بالطريقه كي تحبوا، ترجعوا للفيديو تشوفوه. به نعمل كعيبات بالشكل هذا، نلويهم. حبيت الطبق الاول يكون كعيبات يكونوا طوال بالشكل هذا، يكونوا ملويين. شوفوا هكا، هذا هي الشكل الثاني. شوفوا حبيتي لهنا هذوك الكعيبات المزالو، لهنا الكعيبات هذو ما حضرتهم وطيبتهم. شوفوا ما شاء الله. بالنسبه للشكل دائره هذيك تقدروا تحط فيهم كعيبه لوز كيف هكا. هذه كعيبات الطوال، وشوفوا البنه، وشوفوا كيفاش هشوش يجيكم ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.